وسهلا بيكم في حلقة جديدة من فوازير ومنين يا بلدينا واحنا بلدنا ايه. والمطلوب تقولوا لنا اسم المحافظة اللي احنا بنتكلم عنها. واحنا النهاردة بنتكلم عن محافظة من أكبر محافظات الصعيد، اسمها تقريبا ثابت من عهد المصريين القدماء حتى الآن. هو حصل بس في شوية تحريف في الاسم، لكن الاسم ما اتغير. فكان اسمها في العهد المصري القديم سوت أو سيوت، مشتقة من كلمة ساؤول تعني الحارس، بمعنى إن مدينتنا هي الحارس لحدود مصر العليا. ومع الفتح العربي تم إضافة حرف الألف إلى اسم المحافظة بتاعتنا، وحصل شوية تحريف في نطق الاسم الأصلي للمحافظة، وأصبحت اسمها هو الاسم الحالي اللي هو مطلوب منكم دلوقتي. كده هنلاقي إن اسم محافظتنا احتفظت بيه وبمكانتها عبر العصور المختلفة. بترجع أهمية محافظتنا اللي بنتكلم عليها النهاردة إلى عهد المصريين القدماء، فكانت هي قاعدة للإقليم 13 وكان بيسكنها نائب الملك. أما بقى في عهد الإغريق فمصر اتقسمت إلى 3 أقسام: الدلتا، مصر الوسطى، ومصر العليا. ومحافظتنا كانت هي عاصمة مصر العليا، وكانت عاصمة للقسم الشمالي في عهد الرومان. أما بقى في عهد محمد علي فمصر اتقسمت إلى 7 ولايات، منهم ولاية كانت بتسمى نصف أول وجه إبلي، وكانت محافظتنا برضو عاصمة. وبترجع أهمية محافظتنا اللي بنتكلم عنها النهاردة ومش كونها عاصمة لبعض أقاليم مصر على مر العصور المختلفة، لكن بتبدأ عند انضمامها مع طيبة عاصمة البلاد في نضالها ضد الهكسوس وطردهم من البلاد. ومن هنا بتتكون أول إمبراطورية عرفها التاريخ البشري. ومن الحاجات اللي أكسبت محافظتنا اللي بنتكلم عليها النهاردة ومهمية كبيرة عبر العصور إنها كانت مركزا هاما لعبادة الإله وابو أو فاتح الطريق، واللي كان بيتصور دايما على هيئة ذئب. وكمان المعبود أوزوريس كان في سوت بيكون على هيئة ذئب، وعلشان كده البطالمة أطلقوا عليها مدينة ليكو بوليس أي مدينة الذئب. أما بقى في العصر الروماني فأطلقوا عليها نفس الاسم اللي أطلقوه البطالمة، وكانت بالنسبة لهم في الوقت ده قاعدة عسكرية مهمة جدا. وهنلاقي إن المؤرخ اليوناني ديودورس الصقلي قال أسطورة عن محافظتنا اللي بنتكلم عنها النهاردة، وهي إن جيش أثيوبيا تم ردعه من سوت وطردته الذئاب إلى جزيرة الفانتين. هنلاقيها كمان اكتسبت أهميتها في عصر الدولة المصرية القديمة من موقعها المتميز اللي كان بيتوسط أقاليم مصر كلها، فكانت مركزا تجاريا هاما ورئيسيا للقوافل التجارية المتجهة إلى الواحات في الصحراء الغربية. أما بقى بالنسبة لمحافظتنا اللي بنتكلم عنها النهاردة فمساحتها حوالي 25926 كيلو متر مربع، فيها 12 مدينة و11 مركز و55 وحدة محلية، وعدد سكانها تقريبا حوالي 4,245,215 نسمة. أما بقى بالنسبة للعيدها القومي فهو بيوافق يوم 18 إبريل، وده نسبة إلى ثورة بني عدي. هنلاقي إن محافظتنا بتضم تراثا حضاريا من مختلف العصور، سواء كان فرعوني أو روماني أو إسلامي أو قبطي. فهنلاقي إن من أهم المعالم السياحية اللي موجودة فيها مسجد الأموي أو المسجد المجذوب، دير ساتا أو لوحات حدودة مدينة إخناتون. ومن أهم المعالم السياحية اللي موجودة في مدينتنا القبطية هو دير العذراء برونكا ودير المحرق. ويبقى كده أنا حلت لكم المحافظة هي إيه. كلمة وقالها فيلسوف اللي يلف الدنيا يشوف. يا ترى كنا فين النهاردة؟